ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهارده هنعمل مع بعض تغليفة كده حلوة قوي وقمر للطارات اللي احنا هنحطها كديكور، ومحتاجين ان احنا نحافظ عليها وما تتبهدلش مننا تراب او حاجة، وخصوصا اللي احنا راسمين فيها او حاطين فيها الوان مش هينفع ان هي تتغسل. طيب هحتاج طبعا استرتش بتاع الاكل اللي احنا بنغلف بيه الاطباق، اللي هو ايه بيجي رول كده على بعضه، وسعره مش غالي خالص. آمم، هاحتاج كمان قماشة للضهر، دي القماشة اللي أنا محتاجة إن أنا أغلّفها. هي طارت بصمة، فمحتاجين إن إحنا نحافظ عليها علشان ما تتلحوظش بقى، أو إن هي تبقى في اضطرار لغسلها أو كده، خصوصًا إن هي هتتحط في مكان يعتبر مكشوف. طبعًا التراب يعني بيبهدل الحاجة جامد، فإحنا عايزين نحافظ عليها. أول حاجة هاحط الجزء اللي هو الداخلي من الطارة، وهابدأ إن أنا أحط عليه القماشة اللي هي بتاعة الضهر. قماشة الضهر مش لازم تكون مكوية أوي، يعني عادي هتنشد في الطارة عادي، أمّا القماشة اللي في الوش نصيحة لازمًا تكووها عشان تكون كويسة. وهابدأ إن أنا أضبط القماشتين، لإني أنا بمجرد ما أحط الstretch وآجي أضغط الطارتين، مش هيكون في أي فرصة إن أنا يعني إيه أعدّل فيها براحتي، عشان الstretch ما يبوظش أو ما يكرمش أو يتقطع. فأنا أتأكد الأول إن الطارة كده بقت مضبوطة والحروف تمام، علشان ما ارجعش إن أنا أعدّل تاني. وهابدأ إن أنا أفرد طبقة برضه من الstretch. عايزة أقول لكم إن هو مش بيبان أصلًا في الطارة، بيبقى يعني حاجة شفافة جدًا، جدًا وبجد حلو. هافرده كده، وبرضه هاتأكد إن هو مضبوط من فوق ومن تحت ومن الجناب، وهابدأ إن أنا أجيب الجزء التاني وأوسطنه بقى، بحيث إن أنا ما احتاجش إن أنا أعمله، وأكبسهم كويس، وأقرّط المفتاح بتاعهم. كده باوريكم أهوّة شكلها بيكون عامل إزاي، شايفين مشدودة حلو جدًا على الطارة. أنتِ بمجرد ما بتدخّلي الطارة التانية بتلاقيها اتشدّت الstretch وبتبقى جميلة جدًا. ده بيكون شكلها. دلوقتي هاتخلّص بقى من الجزء الزايد. ده الجزء الداخلي أنا هاسيبه كده مش هاعمل فيه حاجة. فالقماشة دي اللي هي اللي جوّه دي هاقصّها كلّها على الحروف بالضبط، يعني أنا مش عايزة منها أي جزء تاني ظاهر برّه. تمام. فأنا هامشي كده بالمقص هاسويها، وهاخد كل الحواف بتاعتها، أنا مش محتاجاها. شايفين أهو دوّة القماش اللي اتقص، والقماشة اللي أنا ماسكاها دي بتاعة اللي أنا مطرّزة عليها أصلًا. كده فاضل معايا دي القماشة دي، ومعايا كمان الstretch هاعمل فيه إيه، هاعمل فيه نفس اللي أنا عملته من شوية، اللي هو هاقصه على الحواف بالضبط. أنا برضه مش محتاجاه، وبما إني هالزق حاجة على الطارة من قدّام، لإني لسه هاحط عليها كنار جوبير. فأنا مش محتاجة الجزء دوّة، لإنه هيتثبت كده من قدّام. لو أنتِ مش هتثبّتي من قدّام، حاولي إن أنتِ تثبّتي في الطارة نفسها بمثلًا double face أو حاجة، بحيث إن هو ما يطلعش بعد كده. طيب أنا كده خلصت من الstretch الزايد ومن القماشة التانية. دلوقتي جه دور القماشة دي. طيب أنا باسيب حرف كده طبعًا علشان يكون أكبر من البتاع، فهاقص الحرف ده بحيث إن هو يكون بالكتير خالص سنتي ونُص، يعني يا دوبك على الحرف الخشب دوّة، لإني هالزّقه. هابدأ إن أنا أعمل فيه القصقصة دي أو الفتحات دي، عشان لمّا أتني لجوّه تكون مضبوطة، ما تكونش يعني إيه معرّجة كده، تبقى مش مضبوطة أوي لو سِبتِ القماشة على بعضها. فاعملي فتحات طويلة أو قصيرة، مش شرط المسافة، المهم إن في فتحات بحيث إنِّك شايفة تتني كده تلاقيها اتضبطت معاكِ. هابدأ بقى إن أنا أسخّن الشمع وأحطه، و وخلّي بالكم في المرحلة دي لإن هي بتلسع جامد، يعني لمّا الشمع يكون حامي بيلسع. كده بيكون شكلها من الضهر. لو أنتِ حابة إنِّك تضيفي جوبير من جوّه على الأطراف دي، بيبقى شكلها حلو جدًا. أو في كمان اللي هو الشريط اللولي ممكن برضه تستخدميه. أنا عن نفسي هاسيبها كده، لإن هي كده يعني هيكون ده الضهر، وهو في الfinish بتاعه مش وِحِش أوي، يعني مش اللي هو يعني عامل، لأ هو حلو ومداري الخياطة وتمام. ده الstretch. أنا دلوقتي بس فاضل لي إن أنا أضيف الجوبير بتاعها والفيونكة،
وده كان شكلها بعد ما خلصت، وأتمنى تكون عجبتكم. ودي أسهل وأفضل طريقة إنِك تحافظي على الطارات بتاعتِك إن هي ما تتبهدلش. وقولوا لي رأيكم، ولو تعرفوا طريقة تانية يا ريت تعرفوني، وأشوفكم في فيديو جديد.